واحدة من أجمل فنانات الخمسينات والستينات، اشتهرت بأداء الأغنيات الشعبية ذات اللون الراقي المميز مع مها صبري وسر جديد من أسرار النجوم وقصة حياتهم. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في حي باب الشعرية الشعبي في قلب القاهرة، وفي يوم 22 مايو سنة 1932 اتولدت زكية فوزي محمود، اللي عرفناها بعد كده باسم مها صبري. اشتهرت بأغانيها الخفيفة، فكانت من أوائل المطربات اللي قدموا أغنية شعبية بشكل متميز وراقي. لشدة جمالها اتجوزت مها في سن صغيرة من راجل أكبر منها بكتير، كان بيحبها حب كبير جدا وما رفضلهاش طلب مهما كان ومهما كلفه. خلفت منه ابنها الأولاني مصطفى، لكنها رغم كده اتطلقت منه بعد سنتين. بعد كده اتجوزت مرة تانية من تاجر ميسور الحال، أنجبت منه بنتين هما نجوى وفاتن، لكنها برضه انفصلت عنه فاشتغلت خياطة لفترة. ومن باب الخياطة اتعرفت على عارضة الأزياء الفنانة رجاء الجداوي، اللي كانت لسه في بداية مشوارها الفني وفي بداية عملها كعارضة أزياء. دخلت عالم الفن بالصدفة، أما عرفتها رجاء الجداوي بالمنتجة الكبيرة ماري كويني. ماري كويني أعجبت بيها جدا وقدمتها لجوزها المنتج جبرائيل نحاس، اللي كان بيعد لفيلم اسمه أحلام البنات، فأشركها في الفيلم ده مع عبد السلام النابلسي، اللي اقترح لها اسم فن جديد وهو مها صبري. اتعرفت بعد كده باسم مها صبري ونسيت باب الشعرية ونسيت زكية فوزي محمود خالص. بعد كده اتجوزت من شاب اسمه مصطفى العريف. مصطفى العريف ده اشتهر عنه انه صديق للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، لكنها اتطلقت منه هو كمان، بس المرة دي اتطلقت وهي واقفة على ارض صلبة. اشتهرت كفنانة واتعرفت كمطربة وكممثلة ذات جمال صارخ. مها صبري قدمت اكتر من 25 فيلم سينمائي، ابرزها اسماعيل ياسين في السجن، أنا العدالة، حب وعذاب، وبين القصرين، طبعا بالإضافة لأول أعمالها أحلام البنات. كذلك قدمت في التلفزيون مسلسل نعسة، ده بالإضافة لعدد كبير جدا من الأغاني الشعبية الخفيفة ذات الذوق الرفيع. كانت بتشترك في احتفالات ثورة 23 يوليو واحتفالات النصر، لكن ما كانتش عارفة إن حفلة بورسعيد هتغير حياتها بشكل كامل. في الحفلة دي نزلت هي ومجموعة من الفنانين المشاركين في الحفلة عشان يسلموا على كبار رجال الدولة اللي كانوا حاضرين الحفلة، فقابلت لأول مرة اللواء علي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر، وكان لسه ساعتها برتبة عقيد. حاولت تستغل وجوده في التوسط لواحد من قرايبها اللي كان عاوز يتهرب من التجنيد او ياخد اعفاء. علي شفيق اعجب بيها هو التاني من اول لحظه، فاداها رقم تليفونه وقال لها اول ما ترجعي القاهره كلميني على طول. بعد كده اتقابلوا اكتر من مره وبدا الحب يربط بينهم، فعرض عليها الجواز، لكن جواز عرفي. رفضت مها الجواز العرفي واصرت انه يكون جوازها علني، وكمان اشترطت انه يطلق مراته اللي هي بالمناسبه تبقى بنت الفنان حسين صدقي. وافق علي شفيق على شروطها، لكن هو كمان اشترط عليها شرط انها تسيب الفن وتتفرغ له تماما. بجوازها من علي شفيق أصبح لها نفوذ كبير جدا في الدولة، لكن بعد نكسة 67 تم وضع جوزها اللي كان محسوب ضمن شلة عبد الحكيم عامر تحت الإقامة الجبرية تمهيدا لمحاكمته، وتم منعها من الغناء بأوامر رئاسية، وكمان اتمنعت أغانيها من الإذاعة، فتغير وضعها تماما وعانت معاناة شديدة جدا. لجأت لأم كلثوم اللي توسطت لها عند عبد الناصر عشان ترجع تغني تاني عشان تقدر تعيش، لكن عبد الناصر أصر على موقفه. تمت محاكمة علي شفيق واتسجن في سجن القلعة، كانت مها بتزوره كل يوم تلات. ومرة قابلت الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم اللي كان محبوس في نفس السجن مع جوزها، فقال لها أنت ست بمليون راجل، راحت ضحكة وقالت له وأنت راجل بمليون ست. بعد وفاة عبد الناصر انفرجت الأمور شوية، فسافر جوزها لندن واشتغل في التجارة، خصوصا تجارة السلاح، لكن ما استمرش في الموضوع ده كتير لأنه تم اغتياله هناك بطريقة بشعة. علي شفيق اشترك ضمن شبكة أو عصابة كبيرة مافيا لتجارة السلاح، لكن قام بعملية خاصة لحساب نفسه بعيد عن الشبكة دي، إنه باع صفقة أسلحة لفصيل من الفصائل اللبنانية اللي كانت مشتركة في الحرب الأهلية في لبنان في الوقت دوت، من غير ما يعرف الشبكة بتاعته. عملها لحسابه وبكده كان غلط غلطة عمره، فقررت العصابة تصفيته، وفعلا تم اغتياله في شقته في لندن، وفضلت جثته في الشقة لمدة 10 أيام لحد ما ريحته فاحت. قيدت القضية ضد مجهول. انهارت مها صبري لما سمعت خبر وفاته. بعد كده رجعت تشتغل تاني في الفن، لكن لقيت صعوبة في الرجوع مرة تانية لأن الجمهور كان نسيها والمنتجين برضو بعدوا عنها وما أسندولهاش أي أعمال، فحست إنها في ضائقة فعلا، وانهارت نفسيتها وبدأت تعاني من آلام في المعدة. خلال مرضها اتعرفت على جارة ليها اقنعتها إن وقف الحال اللي هي فيه ده سببه نظرة عين أو حسد أو عمل معمول لها، وإن الموضوع ده حله عند الدجالين. بعد كده أصيبت بقرحة في المعدة استمرت معاها حوالي 4 سنين. جارتها اللي شدتها للجوء للدجل والشعوذة وأقنعتها بقى إن الموضوع ده يخص الجن، واللي في معدتها ده مش مرض عادي، ده ممكن يكون مرض روحاني.
فلجأت لأحد المشعوذين اللي نصحها بشرب الزئبق الأحمر. والزئبق الأحمر ده الحقيقة هو مادة بيقولوا إنها مش موجودة أساسا، أو حاجة وهمية كده، خليط من بعض التركيبة غريبة كده شوية. مع مداومة تناولها للزئبق الأحمر ده، الأعشاب دي كان ليها تأثير مدمر على الأعصاب وقتلت خلايا الكبد. لجأت للشيخ محمد متولي الشعراوي اللي قال لها إن مفيش حاجة اسمها الزئبق الأحمر، ونصحها بالابتعاد عن الأوهام دي كلها. لكن نصيحته جت متأخرة جدا بعد فوات الأوان، لأن الكبد كان اتدمر تماما، فدخلت في غيبوبة كبدية لغاية ما توفت في 16 ديسمبر سنة 1989. دي كانت قصة حياة الفنانة مها صبري، اللي خرجت من باب الشعرية لقمة الثروة والسلطة ثم لقمة الانحدار مرة ثانية. شكرا. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.